علي الطيب الكربلائي صاحب دار رعاية الأيتام: عش هذه الحياة وأعمل فيها جاهدا أن يستفيد من وجودك أكبر عدد من الناس، فإذا فعلت ذلك تجلت نواياك وتطهرت روحك وطابت نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن مبادراتنا وحملاتنا اليومية، اليوم كانت حملتنا هي إفطار 100 يتيم، كذلك توزيع الألعاب والهدايا. طبعا الحملة كانت برعاية أستاذ المهندس بلال، كذلك شكرا للسيد قائد شرطة كربلاء أحمد الزويني، كذلك شكرا للسيد مدير حماية الحرمين عميد أنور على تسهيل مهامنا لهذا اليوم والموافقات. كذلك شكرا لقناتكم الموقرة لنقل أحداث وتغطية برنامجنا لهذا اليوم. علي الطيب الكربلائي صاحب مشروع دار رعاية الأيتام. أنا من أذكر محمد أشهد إنك بعد ثاني، أمنية عندي يا حيدر غير عن كل الأماني، يمتى أتوفق وأجيلك من زمان أصبر وتاني، يمتى بس أطوفك وعيوني تشوفك والله ما أعوفك يا حيدر إمامي. بسم الله الرحمن الرحيم. زهراء سادات مرتضي. الآن أنا في كربلاء أزور بنيابة عن من أوصاني زيارة وأشكر وممنونة من علي الطيب. اليوم دعاني وشاهدت مؤسسة وعوائل وأطفال الأيتام، والآن نحن في ضيافة واهتمام ويقدمون وجبة الإفطار، وتم تسليم الهدايا إلى الأطفال، وربي يديم عليهم الخير والبركة ويمتيهم الصحة والعافية. واليوم أنا كلش فرحانة اليوم مشاركة في هذا البرنامج الخيري مع عوائل الأيتام، وشكرا شعب العراق على كرمه واحترامه وضيافته. وكذلك نحن في إيران يوجد لدينا حملة نسميها جروب يتيم، فيه شرح عن سيرة النبي يوسف والسيدة زليخة. يوجد فعاليات من طرف المرضى وعوائل الأيتام ومن جميع الأطراف للاهتمام وتوعية وأرضائهم، ويتم دفع الدية مثل صدقة جارية، ويتم مشاركة النساء ورجال وشباب. ومرة ثانية نحمد الله تعالى بأن تم توفيقي ومشاركة مع برنامج الخيري، وشكرا وتقدير الأستاذ علي الطيب. العمل التطوعي قيمة كبيرة يجب أن تكون في كل مجتمع إنساني، فهي تحتوي على معاني العمل الخيري والتطوعي والتعاون والتكافل فيما بين البشر، ومساعدة الفقراء والضعفاء وعانتهم على العيش سويا جنبا إلى جنب مع الآخرين في المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر على الطيب على هالمبادرة الحلوة لأن نفرح الأيتام اللي في يتيم ويتيم يدعوا له بهالمبادرة الحلوة، فرحهم بهاللحظة هاي لأن هم يتامى ومحتاجين رعايته، ومو أول مرة نسويها، على طول هاي المبادرة عنده. نشكر على هالمبادرة الحلوة. يا علي هالليلة نورك أشرق بهالكون كله، تجي صوبك يا غالي من أحسن بي عله، من يطلبك حاجة أنت سيدي سهلة تقله، واللي عاديكم يا حيدر خرجي ما عنده ميله، يا حيدر يا غالي بندوم على بالي. شكرا لكم وشكرا على الطيب، وشكرا لكم وكلش يعني تعبتوا، وشكرا على المبادرة سويتوها. كلش فرحنا وفرحت الأيتام، وأنا كلش أشكر لكم وأشكر على الطيب على هاي المفاجأة اللي سويتوها، وأشكر كل واحد يفرح الأيتام، وشكرا لكم وإن شاء الله تتوفقون بحياتكم. ويلا أنت أول ما هو رابي، واللي يشك بهذا يسمع خلى في نفسه يراجي، انت عالم سر محمد وانت بابه وانت جامي، انكتب اسمي ترابي وعن ترابك انا دافي، يا مولاي احبك من صغر على دم. العمل التطوعي والسعادة وجهان لعملة واحدة، ففي العمل تشعر أنك تنجز وتنمو وتتقدم، وفي السعادة التي تحصل عليها تشعر بالهدوء النفسي الذي يساعدك في إنجاز الكثير. من كربلاء المقدسة لقناة الفراتين، هذا الطائف.
يا حيدر إمامي